اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم احسن متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر كلكم يا حبيب قلبي على راسي تسلمولي. طب انا هعمل ايه؟ هعمل اكله الرقي كده رسم للشتاء. كلنا طبعا مناكلش العدس ده او معظمنا الا في الشتاء، وانا واحده من الناس ما بعملوش بصراحه الا في الشتاء والجو ساقعه، وقلنا نعمله. معايا نص كيلو عدس غسلته كويس جدا وحطيته وصفيته، حطيته زي ما انتم شايفين في الحله. المكونات بتاعتي من كل حاجه واحده ما عدا الجزر، واحده بصل، واحده بطاطس وسط مش كبيره، 4-5 فصوص توم، معايا حبايتين طماطم عشان الطماطم بتاعتي كانت صغيره، ومعايا على النص كيلو عدس انا بحط عليه نص كيلو جزر. انا بحب جزر ويبقى كتير. دي كل مكونات اللي انا هحطها، وهنزل بالمكونات دي كلها وابدا اخده مع كوبايتين ميه، اخده يعني غلوتين كده لمدة 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير، مش اكتر من كده. زي ما انتم شايفين نزلت بكل مكونات. هقول تاني: بصل، توم، بطاطس، طماطم، جزر. ده اللي انا بس احطه. وعلى نفسي الناس بتقول ما تحطيش بطاطس، بالعكس البطاطس بيديله نكهة حلوة جدا. وكل اللي انا حطيته ده فيه نسبة فيتامين وكالسيوم عالي جدا. كل اللي انا حطيته ده فيتامين وكالسيوم عالي جدا، بيدي قيمة غذائية حلوة جدا عشان كلنا جسمنا محتاجه، وكمان اللي معانا اطفال كلها محتاجة كل اللي انا حطيته ده. هحط كوبايتين مية وهسيبه لمدة 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير قوي، وبعدين زي ما انتوا شايفين كده استوى. عندك هاند بريندر هتنزلي بيه عليه هو في نفس الحلة، ما عندكيش هتضربيه في الخلاط وهتصفيه. الهاند بريندر لما بتضربي بيها بتبقى يعني ما بتخليش فيه تفل، لكن لو في الخلاط هتصفيه. طبعا بتسيبيه يبرد شوية عشان خلاطك ما يبص وتضربيه في الخلاط. وبعد كده نشوف هنكمل ونعمل ايه. اكلتنا سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت، وانا من عشاق العدس بصراحة ربنا، بيبقى تحفة تحفة، بالذات لما يكون الجو ساقع جدا بيدفينا. وكلنا يعني مستاهل كده، ما فيش حد ما بيحبوش الا ناس قليلة جدا يعني جدا. ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول على افضل الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله، وتحطوا لي اللايك وتشتركوا لي في القناة. ده رجاء وليس امر. انا بعد ما ضربته في الخلاط وصفيته وحطيته في حلتي تاني، هزوده بس من كوباية او كوبايتين مية على حسب الكوباية اللي عندك وعلى حسب تقله معاكي. انا بصراحة لا بحبه تقيل قوي ولا خفيف قوي، انا بحبه وسط. فانا كل اللي انا ضفتهم كوبايتين مية صغيرين، لو كوباية كبيرة هي كوباية واحدة. هسيبه ياخد الغلوة وانزل بالتوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا سهل جدا، عبارة عن كمون وملح ومن كل حاجة رشة صغيرة كده زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسونوش بقى في اللايك الحلو، وتكتبوا لي في الكومنتات. كومنتاتكم دي بتفرحني انا وتسعدني، وتقولوا لي ايه رايكم في العدس ومين بيحبه ومين ما يحبوش. مستنياني انا بقول يعني ما فيش حد بيختلف عليه، دي اكله بتبقى حلوه جدا وبالذات في الشتاء. اخر حاجه خالص بعد ما ضفت الكمون والملح، ادي بقى التركية الحلوة. طبعا انا لما باجي اجيب الزبدة وانا بجيبها في شهر طوبة ما بسيحهاش كلها، لازم اسيب يعني هي بتبقى كور كده، لازم اسيب كورة ولا كورتين معايا في الفريزر. ليه؟ بالذات في العدس ده والرز معمر. خدت قطعة زبدة سليمة كده كبيرة زي ما انتوا شايفين ونزلت بيها على العدس، وده هيودينا في حتة تانية. بيبقى الطعم مش قادرة اوصفلكوا بيبقى عامل ازاي. ما عندكش زبدة يا ست الكل منك ليها معلقتين سمن او معلقة على حسب اللي عندك. كل واحد بيمشي على حسب امكانياته واللي ببيته، مش هنعجز نفسنا. ما عندكش زبدة هتنزلي بمعلقة او سمن بلدي او سمن نباتي اللي عندك، معلقة او معلقتين، وهيديكي نكهة حلوة جدا جدا جدا. هبدأ اقلبه معايا لغاية ما يغلي، وبعدين بقى نشوف هنعمل ايه تاني. احلى متابعين في الدنيا حبايب قلبي تسلمولي كلكم على راسي، وموجودي ما بقيش اللي موجودي غير بيكم. ما تنسونيش بقى في اللايك الحلو والكومنت الحلو اللي يرفع معنوياتي كده، الله تنستروا، وتقولوا لي ايه رايكم في العدس بتاع موجودي. تحفه صح؟ اتفضلوا معايا. هبدا كده، بدا يغلي معايا زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي،
ونشوف بقى هنعمل ايه. انا بصراحة يعني بعمله بكذا طريقة، وفي نفس الاكلة واحدة بس بعمله بكذا طريقة، عشان اللي ما يحبش ده ياكل ده، اللي ما يحبش ده ياكل ده كده. معايا بقى ايه، نزلت بكوباية شعرية وعليهم معلقة زبدة او سمن، ايا كان اللي عندك قلتلك تشتغلي بيه. وهبدأ اصفرهم صفران بسيط، مش هحمرها. في ناس بتحطها من غير تحمير خالص، انا لا، بديها كم معلقتين كده، يعني تقليبتين كده بصفرها. وبعدين انا قسمت بقى، خدت حبة عشان هيبقوا شوربة لوحدهم، والجزء التاني اللي هنزل بيه مع الشعرية. وهوريكم حاجة تالتة خالص في اخر الفيديو، في ناس تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش. نفضل معانا كده للاخر عشان تشوفوا مبودي هتعمل ايه. يا حبايب قلبي كلكم كلكم على راسي، سواء داخل مصر ولا خارج مصر، كلكم على راسي، تسلمولي. عاوزه كومنتات بقى وتقولوا لي رايكم، بتعملوا زيي ولا ما بتعملوش، ناخد افكار من بعض. زي ما انا قلت لكم كذا مره في فيديو، في ناس تعملوا غيري اخد طريقتها يمكن يطلع حلو. يعني ايه، ما فيش ست على العالم كله ما بتعرفش تعمل اكل وما بتعرفش تدخل مطبخ. الفكره دي بالقناه ايه، اللي احنا ناخد افكار من بعض. ولو في بنات صغيره كده متقبلين على الزواج يتعلموا، او البنات الصغيره اللي هتساعد ماما في اجازه بقى نص السنه جايه واجازه اخر السنه. وانا من اول ما فتحت القناه وانا بقول الكلمتين دول. خدتها تصفير زي ما انتوا شايفين، ونزلت بيها على نص الكميه وقلبته. وده هركنه خالص، ده بتاعنا ده خلص خالص. هنيجي على الناحية التانية ونشوف هنعمل ايه. بس نصلي، لو وصلت معايا لغاية كده ما تنسينيش بس في اللايك، ونصلي على الرسول على افضل الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتعملي ايه تاني يا مبودي؟ هوريكم بقى انا هعمل ايه. بصوا شكله عامل ازاي. انا كنت بفصل الكاميرا واخد معلقتين كده وارجع اكمل تاني. اصل انا بصراحة من عشاقه. مسكت بقى رغيفين عيش حلوين كده، ونزلت بمعلقه سمن، دي سمنه عاديه مش زبده عشان ما نبقاش كدابين، دي سمنه عاديه خالص. دي انا بستعمل روابي او كريستال، ساعات بجيب كريستال البيضه او ساعات الصفراء اللي متواجده. وهبدا احمر العيش ده، هحمره وهنركنه وهنشوف هنعمل ايه. الخطوه التانية، ودي الصلصه بتاعت الفته اللي هي بخل وتوم. يعني بصي دي عيش الفته، ودي صلصه الفته اللي هي بخل توم. اللي انا بصفر اللهم صل على النبي التوم بمعلقه السمن، واضرب الطماطم واصفيها وانزل عليه والتوابل، ملح ورشه فلفل اسود وبس كده. دي اللي هي ايه، قصدي بحط خل. استنوا بقى لخبطتوني. بعد ما بصفر التوم بنزل بيه بالخل، وبعدين عصير الطماطم. بصفر التوم وانزل بالخل وبعدين عصير الطماطم المصفي ياخد غلوتين، واطفى عليها عمال ما اكون حمرت العيش. اكنك بالظبط بتعملي الفتة بتاعتك ام خل وتوم، هي دي نفسها. بس دي هتبقى فتة عدس، ودي الله يرحمها امي، الله يرحمك يا امي ويغفر لك ويسامحك يا رب، هي اللي عودتنا عليها وبنعشقها. حاجة كده فوق الوصف، في ناس كتير ما تعرفهاش وفي ناس تعرفها. فانا عملتها، هقول تاني، صفرت صفرت التوم ونزلت بيه بالخل، خد غلوتين، نزلت بعصير الطماطم اللي متصفي، حمرت العيش بالسمن العادي وركنته حطيته في طبق. هنزل بقى بالعدس بتاعي، وده اخر حاجة خالص. هنزل بالعدس بتاعي وبعدين الصلصة بتاعتي اللي عملناها القمر، وهنشوف اكلتنا في الاخر خالص. وده كان طبق فتة العدس اللي انا عملته. حمرت العيش وحطيته ونزلت بالعدس، وادي الصلصة اخر حاجة بحطها على وشها. رشة شطة بقى عشان تاكليه كده سبايسي، بيبقى حلو جدا جدا جدا. مع الجو الساقع ده بيوديكي في حتة تانية. جربوا فتة العدس دي، اللي ما يعرفوهاش اكتبوا له بقى في الكومنتات تعرفوها ولا ده. وده في الاخر خالص. وشوربة العدس عملتها، وادي الطبق التاني بشعرية، وادي فتة العدس، وادي البصل عشان ما ينفعش عدس من غير بصل اخضر. وهقول يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم واسعدتكم وفدتكم ورغيت معاكم ووجعت دماغكم. انتوا حبايب قلبي تسلمولي. ما تنسونيش في اللايك قبل ما اقفل، وتصلي على الرسول. متابعين وموجودي حبايب قلبي، يا ريت اكون عجبتكم النهارده واكلتي عجبتكم. اكتبوا لي في الكومنتات، هستناكم في التعليقات تقولوا لي رايكم في فتة العدس ومين بيعملها ومين ما بيعملهاش. احلى متابعين في الدنيا. اسيبكم بقى مع الاكله تتفرجوا عليها شويه كده، وهقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.